السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يبارك في نحل الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. نسألكم المباركة والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يبارك في الجميع. طبعا أنا أتكلم على الشيء اللي يناسب بلدي. تمام. الخلية زي ما انتم شايفين ما شاء الله طابقين، طابق التربية والعسلة. طبعا أنا عامل إغلاق للتهوية اللي هي نقدر نقول في طابق التربية. تمام. وعمل اغلاق للتهويه اللي في العسله. فقط فتحه السروح زي ما انتم شايفين، حركه النحل ما شاء الله تبارك الله في الدخول والخروج. تمام. الحاجز الملكي طبعا انا شايله زي ما انتم شايفين. كذلك من الخلف مقفوله، نقدر نقول ما شاء الله. والله للأسف أنا بصور بدون قناع ودي مشكلة. أغلق فتحة التهوية اللي في العسلة وكذلك اللي في طابق التربية. طبعا الله يبارك في الجميع. أنا شايل الحاجز الملكي لأني مش موجود عندي حاليا، نقدر نقول، أو أنا مش محتاج نقدر نقول الحاجز الملكي. تمام. أنا بالتالي عاوز نقدر نقول الملكة تصعد للأعلى وللأسفل. تمام. طبعا أخ أكيد اللي في موسم فيض أو في موسم عسل، تمام، نقدر نقول ان هو اكيد هيستخدمه حسب الاحتياج ليه. تمام. طبعا الله يبارك في الجميع. النقطه اللي انا عاوز اتكلم فيها، تمام، وهي الفاصل اللي يكون ما بين طابق التربيه وما بين العسله. تمام. الفاصل ده الله يبارك في الجميع، نقدر نقول الاخ اللي بيستمع لينا، لو الفاصل ده نقدر نقول يدخل تيارات هوائيه، تمام، او سواء تيارات هوائيه بارده او سخنه، يتم الافضل ان هو يتم وضع بلاستر او لزق، تمام، بحيث يغلق المثاني اللي تدخل اي تيار هوائي ما بين العسله وما بين طابق التربيه. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ربما يكون الامور نقدر نقول كويسه ممتازه عندي. طبعا ممكن اي اخ تاني برضو يجيب طين. تمام. وبرضو نفس الكلام، اهم حاجه انه يمنع المثاني الهوائيه دي. تمام. طبعا الله يبارك فيكم.